يا صباح الفل، صباح الياسمين والسعادة والهنا على أحلى أخوات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، حطوا لايكاتكم الحلوة ودعوة حلوة من قلبكم، وربنا يا رب يبعت لكم الفرحة اللي تتمنوها ويجازيكم خير يا رب اللهم آمين. عايزة أقول لكم هنا بقى كنت باكنس الشباشب دي مرمية على الأرض، وأنا بصراحة الستاند ده كنت هدخله التويليت أحطه فوق التويليت القاعدة كده، وأحط عليه بقى ايه المنظفات بقى والشامبوهات وشوية ورد كده يدوله شكل حلو. ولو ما لقيتوش حلو كنت هاحطه في البلكونة يدّي برضك إيه، أحط عليه المشابك وورد وحاجات من دي. بس لقيتني كده فجأة مرّة واحدة لقيت الشباشب مرمية على الأرض يعني الشوزات أعزكم الله، فمش مديّة شكل لذيذ، قُمت رايحة حاطاهم كده في الوقت الحالي مؤقتًا كده، ولقيت بصراحة إن الدنيا تمام وزي الفل، فقُلت يالّا يا بت سيبيه لحد ما ربنا يكرمِك وتجيبي جزامة ابقي إيه، حطيه مكانه يعني. عايزة أقول لكم هنا بقى جَنى كنسِت البلكونة لإن طبعًا النمل رجع تاني يالّا الحمد لله، فبدأنا إن إحنا نكنس كده عشان نجيبها من برّه لجوّه كده، وننضّف الدنيا لحد ما تكون نضيفة. فزي ما أنتم شايفين كده شِلت الحاجات اللي كانت على التلاجة، كنت طبعًا بقسماط وحاجات كده باجيبها ليّا، فباسيب الحاجات دي فوق عشان لو في نملة والّا حاجة ما تجيش يم الدنيا دي كلّها، لإن برضه أنا اتخلّصت من النمل بس ظهر تاني، يعني اللي هو أنا ما عدتش عارفة أجيبه منين ويروح فين. مش عارفة. المهم زي ما أنتم شايفين بقى كان السجاد ده مغسول وكان جاي من قبل العيد، وطبعًا أنا ما فرشتوش أيام العيد ولا أي حاجة، على ما حد ما أنظّم الدنيا يعني، لإن الفترة اللي فاتت كان طاقتي كلّها راحت في تنضيف الغرف وفرش وما أعرفش إيه، جيت على الصالة وبُصّوا ما كنتش قادرة إن أنا أعمل أي حاجة خالص. وعايزة أشكر بنوتة جميلة طلبت مني أن أقول اسمها، عايزة أقول لِك باحبِك أوي يا زينب، أنتِ منوراني يا روحي، وربنا يا رب يسعد قلبِك ويوفقِك بحياتِك ويكبر بخاطرِك ويا رب يوفقِك يعني بحياتِك كلّها العملية والعلمية يا رب بإذن الله، ونسمع عنِّك سماع خير، ويكبر بخاطرِك ربنا في أيامِك الجميلة ديًّا، ويطيّب على قلبِك بكل فرحة حلوة يا رب اللهم آمين. وبس يا بنات عايزة أقول لكم وربنا يا رب يفرّح قلوب البنات كلّها وينجّح بناتكم يا رب وأولادكم اللي في الثانوية العامة، ويخلّي لنا ولادنا ونفرح بيهم، واللي نِفْسها في زوج صالح ربنا يرضيها، واللي نِفْسها في ذرية صالحة ربنا يا رب يبعت لها. بجد أي حد بيتمنى أي حاجة ربنا يبعت له الخير لحد عنده يا رب اللهم آمين، ويوسّع رزقنا كلنا ويرضينا ويفرّح قلوبنا يا رب اللهم آمين. عايزة أقول لكم بقى كان كل مشكلتي أنا في موضوع الفريزر والتلاجة، واللي يقول لي: يا منى دخّلي التلاجة في المطبخ ما لهاش مكان خالص. أنا عملت لكم جولة في شقتي إن شاء الله هتنزل لكم بعد الفيديو ده على طول، وهتشوفوا الدنيا ماشية إزاي، عشان بييجي لي حلول كتير من حُطّي هنا كذا وحُطّي هنا كذا، ما ينفعش. واللي بيقول لي حُطّي الغسالة في قلب البلكونة، ما لهاش يا بنات أجيب لها أنا مَيّة يعني ماسورة مَيّة أو خرطوم مَيّة لحد هناك إزاي، ده أقصى حاجة 3 متر، وطبعًا ده اللي أنا اشتريته وما فيش خالص أكتر من كده، فما ينفعش أودّي سلوك رايحة جاية كده علينا في الشقة يعني. المهم يا بنات عايزة أقول لكم أنا هنا بقى كنت بقى بانضّف بقى زي ما أنتم شايفين، أنا كنت غاسلة الرُكنة غاسلاه غسيل كويس، بس مش عارفة رجعت تاني عملت كده ليه. بس ما علينا، يعني هي التصوير زي ما قُلت لكم غير الحقيقة خالص، يعني التصوير بيبيّن لكم حاجة، لكن الحقيقة بيكون ألوان مختلفة وبيكون تصميم تاني مختلف. عايزة أقول لكم إن أنا بدأت إن أنا أكنس كده بالمكنسة، وسمسم عايز يساعد معانا، وجانا برضُك بدأت تعمل معانا حاجات برضُك إيد على إيد كده بتخف الدنيا، لإن طبعًا أنا كنت تعبانة أصلًا في اليوم ده، فجانا شجعتني وقالت لي: "يالّا يا ماما قومي إيه نعمل سوا خلّينا نخلص." وبصراحة فعلًا بعد ما فرشنا الreception، عايزة أقول لكم حاجة ما كنتش أتوقعها نهائي، اختلفت 180 درجة، ده لدرجة إن إحنا حسينا إن إحنا في بيت جديد خالص علينا. فعلًا العين بجد لمّا بتلاقي حاجة مُريحة كده ليها، تحسّي إن أنتِ ارتحتِ نفسيًا من جوّه، ويا ريتني بدأت كل ما أعمل حاجة أقول يا ريتني عملت الخطوة دي من الأول. فاكرين لمّا عملت المطبخ وغرف ولادي قُلت يا ريتني بدأت من الأول، طب ما هو أنا كان المفروض من الأول. بس اللي هو يا بنات يعني كل حاجة في وقتها، ربنا يعني جعل إن الحاجة تخلص في وقتها، فاللهم لك الحمد. عايزة أقول لكم بقى كتير بقى بيقولوا لي: "يا منى اعملي هاتي قطعة اسمها إيه دي، الرُكنة عند الجزء بتاع الحيطة." عايزة أقول لكم جبتها معاكم أهو طلعت مش حلوة، و وجانا قالت لي: "لا، لا، لأ رجّعيها تاني مكانها." وما أعرفش إيه ومش حلوة خالص. شقتي هناك كانت أنا مقسّمة الرُكنة دي، كنت مفصّلاها بالضبط على تقسيمة الصالة هناك، عشان كده كانت على تقسيمة صالتي هناك كانت حلوة جدًا، فأنا هاعملها في الآخر نفس تقسيمة صالتي، فهتلاقوها حلوة. لإن أنا لمّا جبت حتى لو جيتوا تلاحظوا أنا جبتها ب3 أشكال معاكم. في مرّة أنا جبتها قفلت الصالة معايا، هتشوفوا دلوقتي قفلت قصدي باب البلكونة معايا، وما كانش هينفع إن هو يتفتح.
فاللهم لك الحمد أنا اخترت إن أنا أعملها كده، حتى كان المفروض تقسيمتها إن أنا أحطها عند الجزء بتاع الغسالة بتاع قصدي التلاجة والفريزر، وأحط الشاشة مكان الفريزر كده، بس أنا قُلت لأ، أعمل الشاشة عند دخلة البلكونة وهتشوفوا في النهاية يعني، عشان كده خرمت بالشنيور للشاشة هناك. فأنا حسيت إن النظام ده مريح وحلو، وولادي قالوا لي: "يا ماما كده حلو." وجوزي عجبه أوي الموضوع، فاضطريت إن أنا أسيب الوضع كده. أنا جِبت كذا حَل معاكم أهو، بس ما نفعتش صدقوني. حتى لمّا أجيب دلوقتي اسمها دي التلاجة ورا الباب عشان تبقى قريبة للمطبخ، بدل ما أفضل رايحة معدية على الصالة وداخلة المطبخ وما أعرفش إيه، لإن بصراحة بازهق برضه كان لإني اتعودت هناك في شقتي هناك إن أنا أجيب الحاجة من المطبخ على طول يعني تلاجتي في مطبخي، فكده باتعب شوية إن أنا أودّي الحاجة وأشيل الحاجة وما أعرفش إيه وأجيب خضار اللي هي حاجة مَوّلة طويلة. بس حسيت إن لأ، رجعت تاني النظام تاني، وهتشوفوا في الآخر عايزة أقول لكم أنا فرحت أوي لمّا وصلت لحل نهائي. على فكرة مش غلط إنِّك تقعدي تجربي مرّة و2 و3 و4، لأ ده أنتِ كده بتعملي يعني حاجات حلوة أوي، وبتفرحي بنفسِك كده إن أنتِ برضُك يعني بتشوفي الدنيا ماشية معاكِ إزاي. هنا كنت بافتح باب الشقة أشوف هيفتح إزاي والتلاجة وراه، وزي ما أنتم شايفين جِبت كده يمين شمال، المهم رسيت على الآخر في الحل. رجعت تاني يعني عايزة هنا باقول لكم إن التقسيمة مش حلوة، وجانا قالت لي: "يا ماما مش حلوة خالص." وسمعت كلامِك أهوًا إن أنتِ هات يا منّة الكنبة حطّها في ضهرها الحيطة، فما طلعتش لذيذة بصراحة، يعني ما طلعش الوضع حلو. هنا جانا قعدت تقول لي جانا بتقول لكم حطّوا لايك، لإن بصراحة إحنا برضك الشيل والحط بيزهق، وأنا أصلًا كنت اليوم ده زي ما قُلت لكم مرهقة جدًا، بس اتشجعت وقُلت يالّا، لإن كان ناقصني نوم، لإني كنت مطبّقة وما كنتش نمت كويس، فقُلت لها: "إحنا عايزين نخلص خلّيني أنام." لإني ما عدتش قادرة خالص أفتّح عينيّا، وكان تقريبًا في التوقيت ده كانت الساعة تقريبًا 09:00 والّا 10:00 الصبح يعني، فكنت عايزة أنام بصراحة. المهم يا بنات عايزة أقول لكم إحنا وصلنا، زي ما أنتم شايفين حطيت لنا التلاجة والسفرة والفريزر، أمّا أمّا الرُكنة تعالوا أوريكم هنعمل مع بعض إيه، وهاوريكم الحل يعني اللي وصلنا له. بُصّوا بقى، لمّا أجيب أعكسهم بقى أحُط الكنبة دي مكان دي والكنبة دي مكان دي، عايزة أقول لكم هتقفل باب البلكونة، باب البلكونة مش هيفتح خالص، لإن الكنبة اللي باشدّها ديًّا كبيرة شوية يعني، زي ما أنتم شايفين كده. لاحظوا إن في عمود عشان هيقول لي رجّعيها لورا شوية عشان العمود اللي عنده سير نازل لونه بُني ده. ف في حاجات العواميد على فكرة مش بتبان معاكم في التصوير، فعشان كده أنا باراعي الحتّة دي. شوفوا بقى أعملها كده يعني هي كده مسكت في بعض شايفين؟ لأ، مش اللي هو هتضيّق الدنيا واسيب فراغ وراها لأ، أنا هارجّعها زي ما قُلت لكم نظامها الأولاني، لإن كانت فعلًا أحلى. وهنا جرّبت معاكم كذا حاجة أهوًا، فاللهم لك الحمد ولك الشكر إن إحنا وصلنا للمرحلة دي. عايزة أقول لكم يا بنات لو ما حطيتوش لايك حطّوا لايك من إيديك الجميلة وشجّعيني بكومنت حلو من كومنتاتِك الحلوة، وربنا يا رب يوسّع رزقِك ورزقي ويفرّح قلبِك وأيامِك يا رب اللهم آمين. عايزة أقول لكم هنا بقى الشيل والحط ده بيكون مُمِل جدًا يعني. بس كده يا بنات، وعايزة أقول لكم مسكنا الشقة مسحناها بالكلور ونضفناها ورشّينا برضك عشان النمل، بس الحاجات دي مش عارفة بقى جِت معاكم والّا لأ. بس المهم إن إحنا نضّفنا الشقة خلّيتها كلّها بتبرق كده من النضافة، وريحتها كانت جميلة أوي. شايفين جنى؟ بس كده يا بنات والحمد لله. عايزة أقول لكم هنا السيراميك عايز يتمسح على طول، لإني أنا عندي السيراميك هناك التاني كان لونه بيج، فكانش بيبان فيه الوسخ أوي، وكان بينضف بسرعة. أنا فعلًا كده أنا اقتنعت إن فعلًا في سيراميك عن سيراميك بيفرق، مش شرط الخامة أو اللون، لأ اللي هو لأ الخامة بتفرق، اللي هو اللون ممكن يكون اللون عندِك أحسن وما بيتوسخش بسرعة، بس هو نفس الشكل، بس الخامة بتفرق. فطبعًا عشان كده في ناس كده دايمًا تقول إيه، باشوف تعليقات يعني أنتم بتسيبوا البتاع بيلمع إزاي، الحوض بتاعكم بيلمع إزاي، السيراميك بيلمع إزاي، لأ طبعًا الخامات، يعني الحوض بيكون stainless أصلي، يا إما stainless مطفي، stainless لامع، هكذا السيراميك لاحظته برضك في كذا حاجة، اللي هو برضك مش كلّه زي بعضه. بس جانا تكنس وأنا أمسح كده إيد على إيد زي ما قُلت لكم بتساعد، وكنت طبعًا غاسلة معاكم الفِرَش بتاعة كنت غاسلة معاكم التكويات ديًّا الشِلَت قصدي، فبدأت إن أنا أحط لها كده الفرش بتاعها.
أنا غِبت على فكرة عليها عن ما فرشتها، يعني ولادي كانوا بيقعدوا عليها كده، وطبعًا من يومها كان المفروض إن أنا أعملها، بس زي ما قُلت لكم كان طاقتي خلصت خالص اليومين اللي فاتوا، وكنت مش في الmood خالص بتاع التنضيف، يا دوبك أكل وشرب كده وتنضيف على السريع والحمد لله على كل حال. المهم إن إحنا انتهينا والشقة بتاعتي بقت لوكس وبقت زي الفل، ورتّبتها ترتيب حلو، ترتيب عروسة. إن شاء الله تشوفوا كلّه جولة، اللي طلب منّي جولة هيشوفها إن شاء الله الفيديو الجاي، و والحمد لله. هنا بقى زي ما أنتم شايفين خلاص النوم غلب عليَّ خالص، بس المهم إن أنا هاكمّل يعني، عشان أمّا ابتديت في حاجة لازمًا أخلّصها للنهاية، لإن لو أنا نمت والّا حاجة مش هاعرف إن أنا أكمّل وأخلّص شغلي يعني. أنتِ كمان لو وراكِ أي حاجة لا تأجّل عمل الغد، يعني لا تأجّلي عمل اليوم إلى الغد، فقومي كده إيه اتنشطي كده وخلّصي كل اللي وراكِ، صدقيني بتحسّي بفرق كبير، ولمّا تيجي تنامي تحسّي إن أنتِ ارتحتِ، تصحي كده على جو حلو أوي. لمّا جه جوزي من برّه وشاف الصالة قال لي: "جميلة جدًا، حلوة أوي." وقعد بجد يعني حتى جانا لمّا كلنا نمنا بقى وزي ما قُلت لكم كنا مطبّقين، ولمّا صحينا بقى حسينا إن الشقة جديدة، اللي هي حاجة كده تفتح النِفس فعلًا، فرق شاسع فعلًا. آآ الناس اللي بتقول: "يا منى ما تحطّيش سجاد ولا ستاير الجو حَر." عايزة أقول لكم يا بنات أنا باحس إن الشقة قرعة، باحس إن الشقة ما لهاش روح، مش حلوة خالص، مش اللي هي تحسّي إن هي مش شيك كده ومش حلوة خالص. أنا آسفة طبعًا لكل اللي بيحب كده، بس اللي هو أنا مش باحب أسيب الشقة من غير فرش بصراحة يعني، باحس إن الفرش بيدّي لها قيمة كده بيدّي لها شياكة بأمانة كده يعني، فاهمني؟ بس كده، وهنا طبعًا الشقة مش حَر أوي زي شقتي اللي هناك، شقتي اللي هناك كانت الدور أخير وكان منها للشمس، فكان الجو نار، كنت ممكن أشيل السجاد، لكن هنا عادي هنا في أدوار فوقي، فالدنيا تمام وزي الفل. هنا ما بيدخلش شمس إلا بس إيه، إلا في البلكونة، والبلكونة طبعًا ممكن تدخّل شوية على الصالة وبتنوّر يعني نور الشمس بينوّر في الصالة، وبينوّر في أوضة جنى وقت الضهرية، وبينوّر في الشباك بتاع غرفة نومي، لكن الشمس ما بتدخلش الشقة يعني. تمام يا بنات، وعايزة أقول لكم هنا طبعًا أنا فرشت السجاد الأحمر لإن بيدّيني طاقة إيجابية، وطبعًا أنا ما اشتريتش سجاد جديد ولا أي حاجة، أمّا السجادة اللي هي لونها رصاصي في أسود أنا سِبتها بقى أعينها بقى عشان إيه، يعني في الشتا يعني وكده لإنها بتكون تقيلة وكده تقيلة جدًا، فطبعًا عشان أفرش السجاد يبقى لون بعض حطيت واحدة تحت السفرة وواحدة في الرُكنة عشان يبقوا الاتنين شبه بعض، ما يبقاش واحدة لون وواحدة لون لأ، والجو حَر زي ما قُلت لكم هافرش في كل حتة حاجة كده إيه، يدّي الشياكة وفي نفس الوقت إيه، الموجود، لإن طبعًا أنا السجاد ده كان على مقاس صالتي هناك، اللي هو يعني هنا ممشّي العمل يعني فاهماني؟ والحمد لله على كل حال، واللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب على كل حال. هنا اخترت إن أنا أحط السجادة تحت السفرة، عشان لمّا يكون إحنا قاعدين رجلنا ما تكونش لامسة الأرضية، وتدّي شياكة في نفس الوقت، لإن الشياكة دلوقتي إنِّك تحطي إيه، السجادة تحت السفرة كده. عايزة أقول لكم السفرة بتاعتي كان جوزي بقى مسمرها لإنها طبعًا كانت متخلعة من بعض، بس الكراسي بقى اللي إيه، للأسف بقى إيه الفرش بتاعها بتكسّر، اللي هو يعني مش اللي هو كرتون، يعني الفرش بتاعها كرتون مش خشب، فعايزة بقى إيه أمّا ربنا يكرمني كده يا بنات أبقى أودّي إيه، الكراسي بتاعتي تتنجد، وممكن أبقى أدهن السفرة أبيض، وبس مش الوقتي يعني أمّا ربنا يعني أمّا الظروف تتحسن شوية. بس يا بنات وعايزة أقول لكم واللهم لك الحمد ولك الشكر على النتيجة اللي إحنا وصلنا لها، وبفضل دعوات ربنا بفضل ربنا وبفضل دعواتكم الحلوة، ربنا إن شاء الله بييسّر عليَّ الأمور والحمد لله على كل حال. هنا عمورة كان واخد دُش وباقول له: "يا عمورة الكاميرا بتصوّر." بس كده يا بنات وبدأت أفرش المفرش ده. المفرش ده كانت جايباه لي حبيبة قلبي هدى من الكويت، عايزة أقول لكم أنا باحبه أوي، 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 باحسه شيك جدًا، جدًا، وهو المفروض إن هو يتحطّش على السفرة، بيتحط على الرُكنة يعني كده، بس أنا اللي حطيته على السفرة، بصراحة حلو أوي، أوي، أوي يعني بصراحة. الحمد لله. وربنا يا رب يسعدِك يا رب يا هدى وينوّر حياتِك ويفرّحِك بأيامِك يا رب ويرزقِك الزوج الصالح اللهم آمين، ويعطيكِ اللي يرضيكِ اللهم آمين يا رب اللهم آمين. دايمًا بادعي لها لإنها بصراحة يعني فتحت عليَّ حاجات كتير فرّحتني بيها، الله يكبر بخاطرها يا رب. آمم وبس يا بنات وبدأت إن أنا أجيب كده مناديل وأمسح كده الشاشة، أنا رشيت على المناديل عشان ما أرشش على الشاشة مباشر عشان ما تبوظش يعني، بس كان في بصمات كده بدأت إن أنا أمسحها وألاقوا لي من السلوك والسلوك اللي طالعة والنازلة دي، عايزة أقول لكم سلك الدش، بس أنا هاشيل الراوتر دلوقتي وهاشيله أحطه على الفريزر، هابقى أمشّيه كده من ورا، وطبعًا ده السلوك بقى إيه بتاعة
بتاعة البلايستيشن بتاعة عمرو وكده يعني هابدأ إن أنا أتخلّص من السلوك واحدة، واحدة يعني. وزي ما أنتم شايفين كده أنا واخدت جنى ودخلنا جوّه الغرفة بتاعتي، قُلت لها: "إيه رأيِك يا جنى نجيب ترابيزة للشاشة؟" قالت لي: "إزاي؟" قُلت لها: "تعالي أنا عندي قطعة كده اللي أنتم شايفينها بتبقى آخرة السرير، تعالوا نحطها." قالت لي: "هتبقى وحشة." ما اعرفش، قُلت لها: "لأ هتبقى حلوة، هنحط شوية ديكورات وهتبقى جميلة." أنا عايزة رأيكم أنتم كمان، لحد ما ربنا يكرمني وأجيب لي جزامة وأجيب لي ترابيزة شاشة، لإني سمعت إن ترابيزة الشاشة بقت ب3500، فربنا إن شاء الله يكرمني وأجيب لي ترابيزة شاشة وأجيب لي جزامة بإذن الله. المهم سِبتها هنا احتياطي هي أصلًا سبحان الله بدأت تتكسر لوحدها زي ما قُلت لكم. الغرفة بتاعتي اللي بيسألني منها عملتِ إيه في غرفة نومِك وعملتِ إيه مع الراجل اللي نصب عليكِ لإنها طلعت كلها كرتون. عايزة أقول لكم يعني جوزي راح له كام مرّة ويقول لي: "لأ كلموا أخويا الكبير، نروح لأخوه الكبير." "لأ إحنا ما لناش دعوة، أنتم واخدينها، ما لناش دعوة، هي دي سعرها كده، أنتم عارفين الأوض النضيفة بتبقى سعرها غالي، طب إحنا عايزين نرجّعها." يقول لي: "طب أنا هاخدها منكم مستعملة." يعني هياخدها النُص السعر اللي هو بايعها لنا، نُص سعرها بالضبط. قُلنا له: "لأ حرام يعني ده ما بقالهاش شهرين يعني وكده." قال: "لأ هنيجي نصلّحها لكن ما إحناش واخدينها، لو خدناها ناخدها مستعملة." فطبعًا جوزي قال لي: "لأ خسارة يعني هياخدوها مستعملة وبنُص التمن ليه؟ نسيبها وخلاص ونحافظ عليها." فما عرفناش نوصل معاهم لحل، حتى لدرجة إن إحنا قُلنا لهم: "إحنا هنشكِكم وهنروح لمديرية الأمن وهنرفع يعني هنروح يعني هناك ونعمل فيكم شكوى." فطبعًا قالوا لنا: "اعملوا اللي أنتم عايزينه." يعني الناس بصراحة بقت تقبل الحرام وعندهم عادي، وأنا استعوضت ربنا وفوّضت أمري لله وربنا إن شاء الله كريم. لو ربنا كرمني والله العظيم وعرفت أجيب له غرفة نوم أحلى، هاطلّع دي لأصحاب نصيبها بإذن الله سالمة لحد يفرح بها هو كمان بإذن الله. بس أهي الوقت ممشية الغرض وأنا الحمد لله اللهم بارك. الله يسعد قلبِك يا رب يا هند، يعني هي فرّحتني بيها وأنا بصراحة الله يكبر بخاطرها، هي لمّة لي كتير وبصراحة الحاجة نضيفة وجميلة، وهند بجد حابة تفرّحني بيها، هي ما لهاش أي ذنب. الغلط من عندي إن أنا طبعًا رُحت لمكان غلط، بس والله ما كنت عارفة إن هي كرتون. أنا جبتها واتغشيت فيها، بس أنا كمان ما باعرفش في الخشب يعني. فهُم بقى بيقابلنا الحرام هُم حُرّين بقى، يعني جزاهم عند ربنا. عايزة أقول لكم هنا بقى كان عندي شوية الفواكه والخضار ديًّا، فبدأت إن أنا أحُط الفواكه لإن تدّي شياكة كده على الفريزر. شِلت الخضار بقى لإن الخضار ما لوش أي معنى خالص مع الفواكه، لإن الطبق صغير، وبدأت إن أنا أحُطّه كده على الفريزر بعد ما جنى مسحته كده من الأسطح بتاعته من الأتربة. آمم أنا جايبة ملصقات أحطها على التلاجة والفريزر، إن شاء الله أبقى أحطها معاكم في الروتين الجاي، ونضبّط الدنيا بإذن الله. بس كده يا بنات، وعايزة أقول لكم الدنيا بقت جميلة ولذيذة وهادية. عايزة أقول لكم أنتم عارفين لو اللون البني اللي فوق ده يعني صاحب الشقة مصرمك السيراميك أبيض في الرمادي وأسود والحاجات دي كلّها، لو كانوا الديكورات اللي فوق ديًّا برضه رمادي ووِدّاء وكده كانت هتبقى شكل الشقة شيك أوي، بس هو عاملها بني مع كده إزاي ما أعرفش، بس هي حلوة الحمد لله. آمم زي ما أنتم شايفين كده بدأت إن أنا أجيب الستاير وأعلّقها. عايزة أقول لكم فرقت جامد، جامد في الشكل، وهتشوفوا الأول من قبل من بعد. بصراحة يا بنات أنا اتفاجئت من منظر الreception بصراحة. اللي انبهر زيي يقول إن إحنا انبهرنا يا مِنّا بصراحة. عايزة أقول لكم الستاير طبعًا كان ناقص لها حلقات كتير، وطبعًا أنا ما كانش عندي حلقات تكفّي. قُلت إن شاء الله بإذن الله أمّا أبقى أنزل أبقى أجيب لها حلقات، لإن طبعًا مش هتبقى شكلها ظريف أوي، لإن عايزة تتكشكش أكتر من كده ويتعلق لها حلقات كتير. بس الصراحة أنا قُلت ده اللي عندي هيقضّي وما قضّاش، لإن برضُك لسه هاعوز حلقات عشان أركّب الstart لغرفة نومي. هنا بقى طبعًا جانا ما كانتش طايلة، فرُحت جِبت المقشة عشان أعرف إن أنا أدخّلها في أحلى حاجة في الشقة هنا إن فيها حلقاتها، يعني الحلقات بتاعة المواسير جاهزة على التركيب على طول. بس كده، والماسورة اللي أنا جبتها سبحان الله طلعت نفس المقاس أهو. بس كده، عايزة أقول لكم هنا بقى زي ما أنتم شايفين لسه زي ما قُلت لكم هاجيب بس حلقات للستاير. وعايزة أقول لكم بجد الشقة فرقت جامد جدًا، جدًا في الشكل النهائي. حسيت كده إن شقة عروسة، أقسم بالله حسيت إن أنا كده إيه ده، اللهم لك الألف حمد ولك الشكر يا رب. فعلًا بصمات صغيرة من إيدِك الحلوة، قومي كده تشجعي وتنشطي في شقتِك، واعملي أي حاجة، غيّري لو كرسي من مكان لمكان، افرشي مفرش حلو لسريرِك، غيّري الmood كده يدخل جوزِك يحس بتغيير وولادِك يحسوا بطاقة إيجابية. قومي كده غيّري، شيلي ستارة، حطي ستارة مكان
الستارة، ستارة غرفة نومِك مع ستارة غرفة ولادِك، بدّلوا الأماكن، بدّلوا الملايات، بدّلوا أي حاجة، هتحسّي بفرق صدّقيني، وهتحسّي إن شقتِك الجديدة اللي دايمًا عينِك اتعوّدت عليه بتحسّي إن هو مُمِل ووِحِش، لكن اللي دايمًا عينِك مش متعوّدة عليه تحسّي إن هو جديد وجميل وزي الفل. ومعلش على الدَّق اللي أنتم سامعينه طول الفيديو، عندنا عمارة قصادنا بتتبنى، عقبال يا رب ما يبقى لنا كُلّنا بيوت يا رب باسمنا كده ومِلك يا رب بإذن الله، وربنا يكتب لكم المِلك ويبعد عنكم الإيجار يا رب، أنا وأنتم وكل السامعين يا رب اللهم آمين. عايزة أقول لكم رأيكم والله لا ترزعيني لايك، حُطّي لايك وفرّحيني وفرّحي قلبي كده بوجودِك الحلو، إلهي ربنا يكبر بخاطرِك اللي هتحطّي لي اللايك ويسعد قلبِك وأيامِك، يالّا هترضيني وتحطّي لي لايك وتعليق حلو من تعليقاتِك الحلوة. عايزة أقول لكم زي ما أنتم شايفين رأيكم. يعني ما فيش ضيوف بقى هتيجي لي كتير، فطبعًا زي ما أنتم شايفين يعني مننا فينا كده، حبّيت إن أنا أشارك معاكم وأصوّر لكم بالنهار، لإن طبعًا الإضاءة بالليل بتكون مش أوي، لحد ما أجيب لمبات قوية أحطها في الreception تدّي لنا إضاءة حلوة عشان أمّا آجي أعمل معاكم روتينات بالليل تكون الإضاءة حلوة أوي. بس يا بنات عايزة أقول لكم الشقة وأقسم بالله العلي العظيم الحقيقة أجمل كمان من التصوير. وعايزة أقول لكم هنا بقى أبقى أجيب هنا شُفتوا الأباجورة اللي هي تكون اللي واقفة دي هاموت وأجيبها يا بنات، نِفْسي أوي في أباجورة اللي هي زي اللي كنت شُفتها في فندق لمّا كنت رُحت الفنادق دي. بس إن شاء الله ربنا يكرمني أبقى أجيب لي واحدة وأحطها في المكان اللي أنا شاورت لكم عليه. أنا أحلامي حلوة وإن شاء الله طول ما أنا حاطة الحاجة في دماغي ربنا إن شاء الله هيكرمني بيها. وعايزة أقول لكم هنا والله شوفوا البتاعة ديًّا ادّت شياكة وجمال. أي نعم العروسة والعريس شكلهم مش مناسب أوي لإن طبعًا تخُص غرفة نوم، بس عايزة أقول لكم مع الديكورات والحاجات بقى ادّت شياكة حلوة أوي. عايزة أقول لكم هي هنا اتكسرت لوحدها أهي، لإن زي ما قُلت لكم هي كرتون لو حد لمسها كده بتقوم متكسرة من بعض، بس ما علينا بقى اللي هو اللهم لك الحمد ولك الشكر إن أنا عندي حاجة تسترني وحاجة تقضي الغرض، فدي حاجة حلوة أوي من عند ربنا، إن ربنا جبر بخاطري وعوّضني على كل حاجة نِفْسي فيها، حتى لو بسيطة هي عندي كبيرة وزي الفل. هنا حاطين الLED كده ورا الشاشة بالليل كده بيدّي ضي أزرق حلو جدًا. و و وهانظّم الدنيا معاكم في الروتينات الجاية، ولو حد عنده أي فكرة أنا باستفيد منكم أكيد، لإن وجودكم عندي مهم جدًا. باشكركم جدًا لكل اللي بيدخل لي على الإنستجرام والخاص والتيك توك والفيسبوك وكل الأماكن الخاصة بيّا، ربنا يا رب يسعد قلوبكم وينوّر حياتكم، وقولوا لي رأيكم إيه في النظام ده. ورأيكم إيه في الجولة اللي أنا هاوريها لكم دلوقتي، والدنيا جميلة وزي الفل. إن شاء الله الفيديو الجاي هيكون جولة في الشقة كلها عشان تعرفوا تقسيمة الشقة ماشية إزاي ونظامها إزاي اللي طلب منّي. وباشكر كل البنوتات الحلوة اللي قد جانا بنتي بيقولوا لي: "يا طنط إحنا بنحبِّك أوي وبنتابعِك دايمًا، إلهي ربنا يستركم ويفرّح قلوبكم وينجّحكم دايمًا ويسعدكم فين ما تكونوا." بجد والله العظيم أنتم أحسن ناس في الدنيا. وحبيبة قلبي زخرفة لأ خرزة، خرزة، أنا آسفة. عايزة أقول لكم إن بنوتة جميلة أوي، ربنا يسعد قلبِك يا خرزة، وشكرًا لوجودِك الحلو ونورِك الجميل معايا، وربنا يا رب يوفقِك يا حبيبة قلبي وينجّحِك يا رب بأيامِك. أشوفكم على خير يا بنات فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.